أهلا بيكم متابعين قناة كشف أسرار النجوم وفيديو جديد. الفنانة إيمان الطوخي أشبه بأميرات الحواديت اللي بتحاك ضدها المؤامرات والشائعات بهدف إبعادها عن الحياة اللي بتطمح ليها، ولكن الفرق بين إن الأميرة في الحدوتة بتنتصر وما بيوقفش قدامها أي شيء، بعكس فنانتنا الجميلة اللي استسلمت بسرعة وقررت الابتعاد عن الفن اللي حققت فيه نجوميتها وشهرتها. إيمان الطوخي الآن امرأة ستينية بتبلغ من العمر 64 عام باعتبارها من مواليد 11 يناير عام 1958، وهي ابنة الفنان والإذاعي الكبير محمد الطوخي، وليس المبتهل محمد الطوخي كما يظن البعض. في بدايتها ارتبطت بقصة حب مع المخرج المسرحي الراحل فؤاد عبد الحي، واللي اتعرفت عليه خلال تواجدها ضمن مسرح الجامعة في كلية التجارة، ولكن انفصلت عنه بعد فترة قصيرة لشعورها بعدم التفاهم بينهم. وكان الارتباط التاني في حياة إيمان الطوخي بالملحن محمد ضياء، واللي قدمت معاه ألبوم غنائي في أوائل التسعينات، ولكن أيضا هذا الارتباط لم يدم وتم فسخ الخطبة واللي استمرت 3 سنوات. وفسر ضياء الانفصال في تصريحات قالها إن الفنانة قررت الانفصال لعدم رغبتها في الإنجاب لأنها ما بتعرفش تتعامل مع الأطفال. ومن الأسرار المعروفة في حياة الفنانة إيمان الطوخي هو إعجاب الفنان الراحل أحمد زكي بيها، واللي وصل لمرحلة الحب وطلب إيدها للزواج، ولكن كان حب من طرف واحد. وفي عام 1997 اتقدم الفنان أحمد زكي للزواج من إيمان الطوخي، وكان وقتها منفصل عن زوجته الأولى الراحلة هالة فؤاد، ولكن الفنانة رفضت. وكان أحمد زكي في الوقت ده بيحضر كل حفلات إيمان الطوخي وبيجلس في المقاعد الأمامية، وما يقسش وقتها من رفضها، وحاول أكتر من مرة ولمدة عام، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل. إنما الأزمة الكبيرة في حياة الفنانة إيمان الطوخي وهو الحديث عن علاقتها بالرئيس الأسبق حسني مبارك، واللي وصلت إلى حد القول بأن مبارك تزوجها. وهناك أقاويل بشأن مطاردة زكريا عزمي وصفوة الشريف ليها، وإنها كانت السبب في اعتزالها. وتحدثت تقارير صحفية عن إعجاب الرئيس مبارك بإيمان الطوخي منذ أن رآها في مسلسل رأفت الهجان، واللي كان بيحرص على متابعته، وكان دايما بيسأل عنها المقربين منه. اعترفت الفنانة إيمان الطوخي بأن الرئيس مبارك تحدث معها أثناء غنائها في احتفالات أكتوبر قائلا: ما تختفيش وانت لازم تغني في حفلات أكتوبر كل عام لأنك من الأصوات الجميلة، ولو في أي مشاكل كلميني. والاهتمام ده من الرئيس طبقا لتقارير صحفية دفعت زوجة الرئيس سوزان مبارك للتدخل لإبعادها وأجبرتها على الاعتزال والاختفاء عن الأضواء. وفي أعقاب ثورة 25 يناير تحدثت إيمان الطوخي نافية أي علاقة بالرئيس مبارك، وأكدت إن الأقاويل دي سببت ليها آلام نفسية كبيرة. وفي البداية قالت الفنانة: أنا أخدت الإشاعة دي بشكل كوميدي لحد ما لقيت كل واحد بينسج قصة ملفقة من خياله، وابتديت اتضايق لدرجة إن القصص قالت إني اتزوجت ولدي منه طفلين. وبرغم كل شائعات الزواج والارتباط اللي لحقت الفنانة إيمان الطوخي، إلا إنها لم تعلن ولا مرة زواجها من أي شخص، وبتعيش الفنانة سنجل رغم خطبتها مرتين، الأولى في بدايتها من المخرج المسرحي فؤاد عبد الحي، والتانية من الملحن محمد ضياء الدين. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة المعتزلة إيمان الطوخي وبتبدو عليها علامات الشيخوخة، ولكن بالبحث تبين أن الصور المتداولة ما هي إلا للفنانة وهي في إحدى أعمالها التلفزيونية ومعدلة بخاصية الفوتوشوب.